عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير، أدامه الله لكم الأعياد دهورا وألبسكم من تقوى النور. هلا حبايبي، فيديو اليوم راح أغير غرفتي جذريا من الديكور والترتيبات والأفكار. ما بلشت وياكم بالكنتور وصبغته ولمعته وكثرت بقواطع، كان يعني كل خانة بها قطاع واحد، فسويت أكثر من قطاع، سويت تقريبا كل خانة صارت بها قواطع 2 أو 3، وقام ياخذ يعني ملابس أكثر. وبعدها رحت للتخم، أيضا غيرت غلفته بالقماش، اختاريت لونين، يعني اعتمدت على اللون الرصاصي واللون التركوازي، كلش حلوات طلعان. وبعد ما كملت الغرفة بلشت بكليشة العيد. اليوم هالمرة سويت كليشة العيد على طريقة أختي، طبعا أنا ما مسوية كليجة من قبل، وهالمرة سويتها على طريقة أختي، انطتني المقادير وطلعت كلش طيبة. وإن شاء الله أنزلكم مقطع إلها خاص، لأن يعني المقادير مالتها سهلة وبسيطة وكلش طيبة وهشة، يعني من 3 مكونات. يعني صراحة انصدمت مكوناتها، بس من جربتها عجبتني. إن شاء الله أنزلكم إلها مقطع خاص، إن شاء الله تعجبكم مثل ما عجبتني الطريقة. وأول مرة أسوي كليجة ونجحت بإيدي وصارت يعني هشة وطعمها لذيذ. اعتمدت على التمر والحبة السوداء والنوع الثاني سويت بالفستق والمربى. وهاي هنا بعد ما كملت كل شيء وتجهيزات العيد كلها كملتها، علقت البخور وحضرت تقديمات العيد من الكليكة والشكليت. وهاي هنا الشكل النهائي للكليكة وللطاولة، يعني تقديمات بسيطة هيك بس إلنا إحنا لعائلتنا، بس أنا يعني وعائلتي، فحبيت أسوي جو للعيد. وهاي هنا طبعا معروفة أني كل سنة بالعيد ما أكل لحم الغنم، فهذا غداي، هو كليتشا وعصير والكرواسون. ولهنا حبايبي وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، أترككم في أمان.